انت ليه اخترت التخصص ده؟ اكيد في سبب. بصي، مش هجاوبك إجابة مثالية عشان أنا بحبه طول عمري، عاوز أطلع فنان. أنا بكره الرسم أصلا، لكن هو الحقيقة السبب الأساسي ترتيبي في الدفعة. أنا من أوائل الدفعة، اوكي. وبالتالي في أي جامعة لما بنيجي نوزع النيابات الجامعية يعني في الجراحة، اللي قبلك هو اللي بيختار التخصصات التانية. يعني الحمد لله الاختيارات كانت محصورة بين الجراحات كلها، لأن أنا بحب الجراحة، واخترت جراحة التجميل. الكلام ده في سنة 2011. هو تخصص حلو، انا بحبه جدا. في النص كده، في النص الرحله ما حسيتش لا ان طبعا، انت؟ لا طبعا، لا، اوقات you كنت have the ببقى power. زعلان، ولحد دلوقتي احيانا لما بتعب مع عيان او عيانه في اقناعه ان هو مثلا حتى مش محتاج عمليه، ساعات ببقى زعلان. ستريس اللي انت لسه قايله عني، ان محدش بيتقبل المشاكل. انا عكس اي دكتور تاني، وعكس اي جراح تاني، مش مقبول مني هفوه. طبعا. ده طبعا ستريس بيخليني، طب ايه اللي خلاني اخد تخصص؟ انا كنت اخد تخصص بس مريح انت يعني. بتحب المجال ده. بعد شويه طبعا دلوقتي انا بحبه جدا، بس احيانا زي اي وقت بتزهقي من شغلك يعني، او بتزهقي ان انت في نقطه ضغط عليكي، ستريس. طيب لو ما كنتش دكتور تجميل كنت هتبقى ايه؟ كان نفسي ابقى اكون دكتور نساء. اوكي. انا كنت بحب الماده دي جدا، وبحب الاكشن بتاعها، وهي فيها اكشن وستريس شويه. بسمع الناس كتير بتقولي لا، دكتور تجميل لايقه عليك اكتر. هي لايقه عليك يا دكتور. ميرسي.